ونعمل حركات تانية زي ديت. يلا هوب، عيش يا وحش. السلام عليكم دكاترة المستقبل، معاكم ايمن عبد الله، والنهارده ميعادنا مع الدعامة في الانسان. خلي بالك احنا في الفصل الاول، في دعامة في النبات، دعامة في الانسان، حركة في النبات، حركة في الانسان. احنا شغالين حالا على الدعامة في النبات. بداية كده احنا عشان ندرس دعامة في النبات محتاجين ندرس الجهاز الهيكلي. عايزين نعرف الجهاز الهيكلي ده بيشتغل ايه، او ناخد عنه فكرة عامة عن الشغل بتاعه. هنلاقي ان هو بيعمل لنا حاجة اسمها تدعيم الجسم. يعني ايه تدعيم الجسم؟ يعني الجسم بالنسبة لنا بياخد شكل معين، او قاعد او واقف او ده بنسميه تدعيم الجسم بواسطة الجهاز الهيكلي. يعني لو شلنا العظم من الجسم مش هيحصل تدعيم للجسم. دي بس الوظيفة بتاعت الجهاز الهيكلي؟ لا، في وظائف تانية كتير جدا. على سبيل المثال مثلا ان هو بيحملنا الاعضاء، زي مثلا القفص الصدري هيحمي القلب والرئتين، والجمجمه بتحمي المخ، والعمود الفقري بيحمي الحبل الشوكي. وكذلك عندنا وظيفه تانية زي مثلا يساعد على الحركه. احنا مثلا لو عندنا عظم بالشكل ده، في عضلات ماسكه في العظم، فبناء عليه العضله لما تتحرك هتحرك معانا العظم، اذا هو بيساعد في الحركه. اخر حاجه عندنا طبقا للمنهج بتاعنا انه بيدي الشكل المميز بتاعنا. يعني حضرتك من خلال المنظر ده ده شكل طائر، من خلال المنظر ده مثلا ضفدعه، ده مش عارف زواحف، لكن ده الانسان. اذا الجهاز الهيكلي بتاع كل واحد من دول بيدي الشكل المميز بتاع الكائن ده. طيب احنا كده عرفنا ان الجهاز الهيكلي بتاعنا بيدي الوظائف ديت. طبعا في وظائف تانية نقدر نضيفها بس ايه في الفصل التاني وفصول تانية، زي مثلا انتاج الدم او تخزين الكالسيوم او حاجات تانية في الفصول التانية. احنا ماشيين بس واحدة واحدة كده. طيب مطلوب مننا ايه دلوقتي؟ مطلوب ان احنا ندرس الجهاز الهيكلي، فاحنا المفروض ان احنا ندرس تركيب الجهاز الهيكلي. عشان ندرس تركيب الجهاز الهيكلي حضرتك هتتخيل دايما ان هو عباره عن عظم بس. لا، الموضوع مختلف. احنا عندنا يا باشا الجهاز الهيكلي فيه تفاصيل كتير جدا غير موضوع العظم. يعني على سبيل المثال لو جبت لك مفصل الركبه اللي قدامك ده، حضرتك قلت لك شاور لي على العظمه، هتقول لي هي الحته دي كده مثلا، والحته دي هنسميها عظام. طب حضرتك، طب ما هو في فراغ بينهم، ده هنسميه ايه؟ هنسميه مثلا مفاصل. طب ما هو في رباط بيناتهم اهو، ما بين العظمه دي والعظمه دي. طب في كده تفاصيل كتير. احنا بقى محتاجين ندرس الخمس حاجات اللي قدامك دول: العظم، محتاجين ندرس المفصل، محتاجين ندرس الرباط، محتاجين ندرس الغضاريف، الوتر. كل واحد من دول هتعرفه هو بتاع ايه. تعالى كده نبدا مع بعض. نبص على الرسمه دي تاني. حضرتك دي ودي، الحته دي والحته دي والحته دي هنسميهم عظام. يبقى دول كده هنسميهم مثلا عظام. لما نيجي ناخد دي كده ودي هنسميها عظام، فاحنا هنسميها هيكل عظمي. خلي بالك ان في كلمه اسمها الجهاز الهيكلي، جواه حاجه اسمها الهيكل العظمي. الجهاز الهيكلي هو الجهاز كله عامه، اما الهيكل العظمي عباره عن العظم بس. طيب مش في مثلا دي عظمه ودي عظمه ودي عظمه ودي عظمه، مش في عظم في الجسم كتير جدا؟ فاحنا محتاجين احنا نقسمه، فنقسمه لمحوري زي مثلا الجمجمه والعمود الفقري والقفص الصدري، وكذلك الطرفي اللي هو عباره عن الايدين والرجلين، الدراع كله او الرجلين كلهم ومعاهم الحزام والحزام. كل الكلام ده هناخده بالتفصيل. المهم ان احنا الهيكل العظمي بتاعنا هنقسمه لمحوري وطرفي. طيب هل في فراغ بيناتهم علشان يتحركوا؟ يعني لو كانوا الاثنين ماسكين في بعض مفيش حركه، لكن لو مفصولين عن بعض يبقى في حركه. ايوه فعلا صح، يبقى عندنا حاجه اسمها المفاصل. طيب العظمه دي والعظمه دي علشان ما يحكوش في بعض ويبدا يحصل تاكل محتاجين الطبقه دي والطبقه دي والطبقه دي والطبقه دي، هنسميها ساعتها غضاريف. طيب حضرتك العظمه دي والعظمه دي مش عايزينهم نبعدهم عن بعض، فلازم نربطهم. فاذا البتاع ده هوت اللي هو الشكل ده هنسميه رباط. طب حضرتك، طب ما هو العضله دي ماسكه في العظمه دي، يبقى الحاجه اللي ماسكه العضله بالعظمه هنسميها حضرتك وتر. يبقى مطلوب مننا ندرس الخمس حاجات دول، تفتكرهم كده معايا: الهيكل العظمي، المفاصل، الغضاريف، الاربطه، الاوتار. سريعا احنا لسه هنخش في التفاصيل. سريعا قارن ما بين الاربطه والاوتار. الرباط هو الحاجه اللي بتفصل ما بين عظمه وعظمه، لكن الوتر حاجه بتفصل ما بين العظمه والعضله. مش بتفصل، هي بتربط عفوا. يبقى الرباط بيربط ما بين عظمه وعظمه، والوتر بيربط ما بين عظمه وعضله. كل الخمس دول هندرسهم. هنبدا بمين يا فندم؟ هنبدا بالهيكل العظمي. عشان ندرس الهيكل العظمي محتاجين ان احنا نقسمه.
تعالى كده مثلا بص، احنا هندرس الجهاز الهيكلي اللي بالمنظر ده، فاحنا هنقول ان مثلا الحته اللي هي الزرقاء ديت والحته الزرقاء دي والحته الزرقاء دي هيبقى بالنسبه لنا المحوري. يبقى عندنا الجمجمه تبع المحوري، القفص الصدري تبع المحوري، العمود الفقري تبع المحوري. طب حضرتك كل الاحمر دول هنسميهم تبع ايه؟ هنسميهم تبع الهيكل الطرفي. يعني مثلا الكتف ده اللي هو هنسميه حزام صدري او حزام كتفي، ومعانا كمان الدراعين دول هنسميهم الطرف العلوي، والحزام الحوضي والطرفين السفليين. يبقى كده حضرتك يا باشا تركيب الجهاز الهيكلي، بس احنا مقسمينها الى محوري ومقسمينها الى طرفي. الهيكل المحوري والهيكل الطرفي مقسمينه الى تفاصيل. كل ده هناخده واحده واحده. يبقى عندنا حضرتك اللي واكل درس الدعامه كله هو الهيكل العظمي، يعني العظام. اما بقى الغضاريف والمفاصل والاربطه والاوتار دول بياخدوا شرح قليل جدا، فاحنا هنعيش كتير جدا مع الهيكل. بالذات العمود الفقري هناخد معاه تفاصيل كتيره، والباقي كله كده هيبقى سريع سريع. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا ناخد الهيكل المحوري. طيب الهيكل المحوري قسمناه 3 حاجات. احنا نبدا ناخد اول حاجه فيهم اللي هو العمود الفقري. عادي احنا ممكن ناخد اي حاجه، بس احنا عايزين نهتم الاول بالعمود الفقري، لان العمود الفقري بنسميه اساس كل ده، فبنسميه المحوري اللي مبني عليه العمود، اللي مبني عليه الهيكل كله. يعني الهيكل كله مبني على المحوري، المحوري كله مبني على العمود، اذا العمود هو محور الهيكل كله. طيب لما نيجي نبص كده على الصوره دي من كتاب المدرسه، هنلاقي كتاب المدرسه جايب لنا الصوره دي، وده العمود الفقري بالجنب. يعني حضرتك انا مش باصص لك كده، مش باصص على العمود من هنا، ولا انت باصص على العمود من ورا، انت باصص على العمود من الجنب، فاذا في انحناء. فاحنا هناخد معلومه من الصوره سريعه جدا مش مكتوبه عندنا في الكتاب المدرسه، هو ان في انحناءات بالشكل ده، وديت ناحيه وشك لقدام، ودي ناحيه الخلف، ودي ناحيه قدام، ناحيه الخلف، ناحيه قدام. طيب بالنسبه للفقرات، لو جينا عدينا الفقرات دي هنلاقيهم 33 فقره. بالنسبة لأشكال الفقرات وأحجام الفقرات، هل هي مختلفة؟ من الشكل مختلفة. كتاب المدرسة مشكورا جايب لي الفقرة الأولانية وجايبها لي على جنب، الفقرة الثانية على جنب، وأنا من خلال المنظر كده عرفت إن هم مختلفين. الفقرة الثالثة جايبها لي هنا كده هي والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه جايبهم لي بجنب، دي مختلفه عن دي، مختلفه عن دي، اذا هم بيختلفوا في الشكل وبيختلفوا في الحجم. بعد كده جاب لي شويه فقرات اللي هي بالمنظر ده، شويه فقرات تانيين بالمنظر ده، شويه فقرات بالمنظر ده، وراح مسميهم لي، قال لي كل اللي فوق دول اللي عند الرقبه نسميهم عنقيه، واللي عند الصدر نسميهم ظهريه، واللي عند التجويف البطن بنسميهم قطنيه، واللي تحت شويه عجزيه ثم عصيه. احنا نبدا نخش في التفاصيل دي كلها، بس انا حبيت بس اعرفك ان الصورة اللي نازله لنا في كتاب المدرسة نقدر ناخد منها تفاصيل كتير جدا. طيب تعال نبدا كده مع بعضنا بالراحه. بيقول لي ان العمود الفقري بنعتبره محوري ليه؟ يعني ليه هو اساسي؟ ليه مهم؟ للجسم كله مبني على العمود الفقري. اولا عشان بيتصل بالجمجمه، يعني الجمجمه فوقيه، يعني هو العمود اهو والجمجمه فوقيه. مش كده بس، ده احنا ممكن كمان نحط هنا كده في المنطقه ديت قفص صدري. يبقى احنا هنجيب العمود الفقري وحاطين عليه جمجمه، نحط عليه كمان قفص صدري. في حاجه ثانيه بيقول لي يا فندم ان احنا ممكن نربط عليه من هنا حزام ونعلق فيه طرف، حزام ونعلق فيه طرف. ساعتها كده يبقى احنا وصلنا بيه الطرفين العلويين بالكتف، ووصلنا كمان الطرفين السفليين بعظام الحوض. يبقى العمود الفقري محوري، محوري، يعني مهم، يعني اساسي، عشان كل الهيكل مبني عليه. دي كده اول معلومه عرفناها عن الهيكل، ان هو او العمود الفقري ان هو محوري. لما نيجي نبص كده داير ما يدور هنلاقي ان شكله مختلف، يعني الجنب ده كده من البطن، ده كده من الجنب، ده كده من الظهر. يبقى احنا محتاجين ندرس تركيبه سنه سنه. هنيجي نقول لك يا باشا ان ده شكل العمود الفقري، ودي صوره زي كتاب المدرسه بالظبط، بس احنا لوناها عشان تقدر تفرق ما بين الاماكن. حضرتك العمود الفقري ده لما نيجي ندرسه هنبدا نعد الفقرات: 1 2 3 4 5 6 7، بعد كده 8 9 10، نقعد نعد لغايه اخر خالص هتلاقيهم حركه ان هم 33 فقره. عشان ندرسهم محتاجين نقسمهم. هنقول على الاماكن اللي فوق دول كذا اسم مثلا، وده اسم وده اسم وده اسم. تعال نسمي كده مع بعض. الشويه اللي فوق دول هيكونوا 7 عنقيه، دول هنسميهم 12 ظهريه، دول هنسميهم 5 قطنيه، 5 عجزيه، و4 صعصيه. نجمع الارقام دي كلها هنلاقيها 33 فقره، بس هم في 5 مجموعات. طيب هل الفقرات تختلف في الشكل تبعا لمنطقه وجودها؟ احنا لسه شايفين الصور اللي فاتت عرفنا ان هي تختلف، والصور اللي جايه تعرفنا ليه مختلف. السؤال بيقول ان الترتيب اخباره ايه؟ هو ده الترتيب. طب الحجم
ايه رأيك في الحجم؟ نقدر نقول ان دي صغيرة بالنسبة لدي من الشكل طب دي اصغر من دي كتاب المدرسة قايل ايه بقى؟ قال ان ديت حجمها متوسط، دي اكبر من دي ودي الاكبر في الثلاثة دول. لكن مين اصغر حاجة؟ اللي في الاخر خالص دي. طب دي داخله في المقارنه بالحجم؟ لا، يبقى احنا عندنا دي اصغر حاجه، دي اكبر، دي اكبر، دي الاكبر بالنسبه لحجم القرص بتاعها او حجم الجسم بتاعها. لكن دي بنسميها مبططه او مفلطحه، يعني متداس عليها كده فمبططه، مش واخده نفس الشكل ده. طيب تعالى كده نبص نسال برضو الاسئله تاني. هل الفقرات تختلف في الحجم والشكل؟ تعالى كده نبص هنا. الحتتين دول دي ودي مبططين، فدي مفلطحه، فاحنا نقول على الجزء اللي تحت ده مفلطح، يبقى واخد شكل مفلطح. لكن الفقره دي والفقره دي والفقره دي دول كلهم فقرات قريبين من بعض في الشكل بس مختلفين في الشكل، مش متشابهين، لا هم مختلفين، ولكن كلهم عباره عن فقرات بيناتهم فراغ، لكن دي مختلفه سنه. اذا طبقا للشكل هنقول على اللي تحت دول مفلطح واللي فوق دول مش مفلطحين، دول ملتحمين ودول متمفصلين. طب بالنسبه للحجم قلناها ده اصغر حاجه العصاصيه، ثم العنقيه، ثم الظهريه، ثم القطنيه، ودي هنطلعها من مقارنه الحجم هنقول عليها مفلطحه. طيب السؤال الثاني، هو في فقره نقدر نقول عليها نموذجيه؟ كل فقره من دول طلع منها بروزات، اكتر فقره فيهم واضح فيها البروزات ونقدر نشاور عليها بكل قوه ونقول ده اسمه كذا وكذا وكذا، هي الفقرات اللي موجوده في المنطقه القطنيه. اذا دي هنسميها الفقره النموذجيه. يعني فقره نموذجيه طبقا لكتاب المدرسه الشكل ده بيقول عليه الفقره النموذجيه. احنا عندنا جسم وعندنا بروزات، كل بروز من دول هنسميه، هنخش وقت حالا في التفاصيل ديت. طب تعالى كده بص على الفقره الاولى. الفقره الاولى ليه رسمتها مش عندنا في المنهج، شكل الرسمه بتاعتها وتفاصيلها مش عندنا في المنهج، ولكن دي الفقره الاولى. بص عليها كده، الفقره الاولى دي هتحس ان النطاقات بتاعتها مش بارزه قوي، مش طويله كده، مش طويله. اذا دي مش فقره نموذجيه بالنسبه لنا، مش مطلوب منك في الامتحان انك انت تتعرف على ان هي ديت الفقره رقم كام بالظبط. الفقره اللي بعدها مباشره اللي هي الثانيه هتلاقي شكلها كده، نطاقاتها اختلفت على النطاقات ديت، الاثنين مختلفين عن بعض، يبقى دي يختلفوا في الحجم ويختلفوا في الشكل. بالنسبه للفقره الثالثه اهوت، اول 3 فقرات في العمود الفقري مختلفين عن بعض، اذا هم مختلفين في الحجم. الحته بقى اللي في النص دي، اللي في النص دي بيخش جواها الحبل الشوكي، عشان كده بنقول ان العمود الفقري بيحمي الحبل الشوكي. بس احنا استنتجنا ايه من الرسمه او ال3 رسومات اللي مش علينا في المنهج دول؟ ان مش علينا ان احنا نتعرف عليهم، ولكن علينا ان هم مختلفين في الحجم بتاعهم. نستنتج ايه من الشريحه ديت او من العرض ده؟ ان الفقرات ديت تختلف في الحجم وتختلف في الشكل بتاعها، والثلاثه دول اول 3 فقرات عندنا. لما تيجي تخش على المنطقه بتاعه احنا كده خلصنا العنقيه، المنطقه بتاعه الصدر. لما تيجي تبص على القفص الصدري اللي هم ال 12 صدريه او ال 12 ظهريه، فيها نتوءات ونتوءات بارزه شويه، ولكن في بعض النتوءات مش قويه جدا. لكن لما تيجي تبص على الفقره دي هتلاقي النتوءات قويه جدا وواضحه جدا، ساعتها هنسميها النموذجيه. بس ديت مش هتبقى طبعا المنطقه الصدريه، هتبقى طبعا المنطقه اللي تحتها اللي هي المنطقه القطنيه. يبقى المنظر اللي قدامك ده فقره نموذجيه. الفقره النموذجيه هتلاقي عندها القرص ده كبير جدا وواضح كده، عشان كده بنسميها اكبر الفقرات حجما. وعندنا كمان نتوء بالجنب، وفي نتوء تاني بالجنب، وفي نتوء فوق، وفي نتوء ناحيه ورا كل الكلام ده هناخده حالا دلوقتي. يبقى احنا لو جبنا الرسمه ديت وقلبناها نقدر نعرف ان فيها نتوءات. عد كده معايا نتوءات: 1 2 3 4 5 6 7، 7 نتوءات، وفي جسم وفي فراغ اهو. ده موجود في المنطقه اللي هي القطنيه، ودول عددهم 5. يبقى اكبر فقرات حجما هي الفقرات القطنيه، علشان هي فقره نموذجيه وفقره عندها الجسم بتاعها كبير جدا. طيب تعال نبص يا فندم على الفقره. هنبص على ده ونبص على ده ونبص على ده. تعالى كده نبدا من هنا. دول ال5 القطنيه فوق بعض، 1 2 3 4، وفي كمان واحده ناقصه في الصوره، دول 5. الحته دي بنسميها الجسم. يبقى الجسم على الجسم على الجسم على الجسم. البروزات دي كلها بنسميها نتوءات. كل المطلوب من النتوءات دهيت انك تحد الحركه بتاع العمود الفقري بالجنب
وناحية الخلف وناحية الأمام. في حضرتك فراغ موجود هنا هنحط فيه الحبل الشوكي، يعني دي جواها فراغ جواها فراغ جواها فراغ جواها فراغ عشان نحط فيها الحبل الشوكي. يبقى احنا عندنا هنا كده الجسم، والجسم جواه فراغ، الفراغ ده نحط فيه الحبل الشوكي. يبقى احنا لما نحب نكتب البيانات بتاعت الفقره هنقول ان ده كده جسم الفقره، يعني الحاجه اللي احنا بنسند عليها او بنحطها فوق بعض عشان نتسند، والحته اللي في النص ديت هنسميها قناه او فتحه، يبقى دي كده قناه او فتحه. بالنسبه للعظم المحاوط للفتحه هنسميه حلقه عظميه. يبقى احنا عندنا جسم الفقره وعندنا القناه وعندنا يا فندم الحلقه العظميه او الحلقه اللي نسميها حلقه شوكيه. طيب النتوء ده راجع ناحيه ورا او راجع ناحيه الظهر، اللي هو النتوء ده بنسميه شوكي. يعني تعالى كده بص هنا، ده الجسم وده النتوء اللي ناحيه ورا هنسميه النتوء الشوكي. يبقى اهو 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 اهو، تعالى كده نشوف، ده كده هنسميه النتوء الشوكي. النتوء الشوكي هو النتوء اللي فوق ده هو نفس النتوء اللي ورا ده. طيب اللي جاي بالجنب واللي جاي بالجنب هو اللي جاي بالجنب هنا واللي جاي بالجنب هنا اللي جاي بالجنب هنا اللي جاي بالجنب هنا، فنسميه نتوء مستعرض. نتوء مستعرض. في حاجه بقى، النتوء المستعرض ده نازل منه كده نتوء صغير تحت. فعلا صح، النتوء المستعرض ده، النتوء المستعرض ده نازل منه نتوء ناحيه تحت اهو، والنتوء المستعرض الثاني نازل منه نتوء ناحيه تحت. اذا المستعرض نازل منه نتوء ناحيه تحت، المستعرض نازل منه نتوء ناحيه تحت، المستعرض نازل منه نتوء، المستعرض نازل منه نتوء. طيب تعالى كده يا فندم، هنلاحظ برضو ان احنا عندنا ان في المستعرض طالع منه نتوء ناحيه فوق، المستعرض طالع منه نتوء ناحيه فوق. لا احنا كده بقى محتاجين نحدد مين اللي ناحيه فوق ودول بيعملوا ايه، ومين اللي ناحيه تحت ودول بيعملوا ايه. بص يا فندم، النتوء المستعرض ده الاقرب منه النتوء ده ولا النتوء ده؟ اكيد النتوء ده هو اقرب منه طبقا للرسمه دي. طيب النتوء ده بارز ناحيه فوق، يبقى تعال هنا كده، المستعرض اقرب له ده ولا اقرب له ده؟ اقرب له ده، بارز ناحيه فوق، فهنسميه نتوء مفصلي امامي. عشان حضرتك ناحيه الراس بيبقى امامي، ناحيه الجسم من تحت بنسميه خلفي. تعالى كده بص هنا، النتوء المستعرض طالع واحد منه فوق وطالع او نازل واحد ناحيه تحت. مين فيهم اللي ناحيه الراس ده؟ مين فيهم اللي ناحيه الجسم من تحت؟ بنسميه ده او هو ده. يبقى ده هنسميه نتوء مفصلي امامي، نتوء مفصلي خلفي. النتوء المفصلي الامامي ده مطلوب منه ان يسند الفقره اللي فوق، النتوء المفصلي الخلفي مطلوب منه انه يتسند على اللي تحت. فبنقول ان النتوء المفصلي الامامي يتمفصل مع الفقره العلويه او الاماميه، النتوء المفصلي الخلفي يتمفصل مع الفقره السفليه. طيب يبقى ده وده يتمفصلوا فوق وتحت، ومطلوب من الجنب التاني نفس النظام. اذا هنلاقي عندنا 2 نتوء مفصلي امامي، 2 نتوء مفصلي خلفي. عايش يا وحش اهو، 2 امامي و2 خلفي. طيب تعالى كده نبص على الشوكي. الشوكي قريب منه قوي الخلفي، والمستعرض قريب منه قوي الامامي. فلما يجي لنا رسمه زي ديت هقدر سريعا اطلع المستعرض الخلفي والمستعرض الامامي ازاي. الاقرب، اقصد المفصلي الامامي والمفصلي الخلفي ازاي، الاقرب للمستعرض بيبقى امامي والاقرب للشوكي بيبقى خلفي. تعالى كده بص يا فندم، ادي اللي جاي في وشنا ده كده الخلفي، ده كده الخلفي، واللي نازل معاه ده هوت اللي هو ده الشوكي، واللي نازل هنا ونازل هنا بنسميهم الخلفي، وادي المستعرض والمستعرض اللي طالع منه اللي هو الامامي. كده احنا اتعرفنا على الفقره اللي بنسميها النموذجيه، والفقره النموذجيه ديت موجوده في المنطقه القطنيه. طيب تعالى كده نبص، احنا كده خلصنا العمود الفقري، يبقى بقى لنا الجمجمه. العمود الفقري مطلوب منك انك انت تعرف ان العمود ده بيعمل ايه، وظايفه ايه، وهو ليه محوري، وان مطلوب منك انك انت تعرف ترتيب الفقرات واعدادها، وتعرف ان هي مختلفه في الشكل، وكمان تعرف الفقره النموذجيه تفاصيلها ايه بالظبط، وده خلصناه سريعا. بالنسبه للجمجمه بقى، الجمجمه كتاب المدرسه بتاعنا قاسمها نصين، النص اللي ناحيه ورا ده وده هنسميه المخي، والنص اللي ناحيه قدام وده بنسميه الجبهي. الجزء اللي هو الخلفي ده هيبقى له وظائف،
يعني مثلا في 8 عظام، دي عظمه ودي عظمه ودي عظمه ودي عظمه ودي عظمه ودي عظمه، يبقوا 8. الجزء الخلفي. والجزء الامامي مش مطلوب منا العدد بتاعه كام. يبقى حضرتك هما 8 عظام، بس انا لاحظ ان العظمه دي والعظمه دي داخلين في بعض بالشكل ده، ودي بنسميها اطراف مسننه او مفاصل مسننه، والمفاصل لسه هناخدها بعد شويه. اما حضرتك بيقول لي على موضوع الثقب الكبير، وده مهم جدا، ان في فتحه من تحت هنا اسمها الثقب الكبير. كل التفاصيل ديت مش واضحه من خلال صوره واحده جايبها كتاب المدرسه، ولكن احنا هنضيف تفاصيل دلوقتي بالشرايح اللي جايه ان شاء الله. بص يا فندم، الحته بتاعت الوش ده مش باين عندها تفاصيل عندنا في الرسمه، ولكن هو قايل في كتاب المدرسه ان عظام الوجه هو الوش ده موجود في الجزء الجبهي، والفكين موجودين في الجزء الجبهي، ومواضع العين والانف واللسان ومش عارف والاذن، كل الكلام ده موجود مواضع الحس في الجزء الامامي. يبقى احنا من خلال الصورة مش قادرين نطلع تفاصيل كتير، لكن الكلام قايل لنا تفاصيل كتير، وبناء عليه هنستعين ببعض الصور. يعني حضرتك هتلاقي ان العظمة دي واحدة من ال8 اللي بيتكلم عليهم، وان عندهم اطراف مسننة ينفع تخش في بعض. فتعالى كده نبص مثلا، ادي الجمجمه اهي نلفها ورا، احنا بنتكلم على الجزء الخلفي، هنطلع واحده هنلاقي اطراف مسننه بالشكل ده، اطراف مسننه بالشكل ده بيركبوا في بعض بالاطراف المسننه. اما لما نيجي مثلا نبص على الرسمه اللي جايه ديت، هتلاقي حضرتك ده كده الجمجمه من ورا بس مبينه فتحه هنا، ودي اللي بيتصل بيها المخ بالحبل الشوكي وبنسميها الثقب الكبير. طب الفتحه دي في الجزء الخلفي ولا الجزء الامامي او الجزء المخي والجزء الجبهي؟ لا، في الجزء يا فندم اللي هو المخي. يعني تعالى كده نبص هنا، الجمجمه اهي، الجزء المخي اهوت، الفتحه موجوده هنا كده بالظبط اهي، هي دي الفتحه، هي دي الفتحه اللي بيعدي منها الحبل الشوكي عشان نتصل بالمخ. يبقى احنا من خلال الشرايح اللي بره المنهج ديت قدرنا نفهم الموضوع بتاع الاطراف المسننه، وقدرنا كمان نفهم الموضوع بتاع الثقب الكبير. نخش على الجزئيه اللي بعده كده، احنا خلصنا الجمجمه وهنخش على القفص الصدري. على فكرة احنا بنعمل حاجة اسمها مراجعة سريعة، يعني احنا بنفكرك بالدنيا ماشية ازاي، مش بديلك كل انواع الافكار في فيديو واحد، ده بيبقى صعب. انا بس بفكرك بتفاصيل معينه. هيبقى في فيديوهات تانية فيها شرح اسئله بنضيف ليها تفاصيل، ولكن انا في الفيديو ده عايز بس امشيلك على النقط اللي مذكوره في كتاب المدرسه، علشان كل كلمه موجوده عندك في كتاب المدرسه انا بقولها هنا دلوقتي. احنا كده خلصنا العمود الفقري، خلصنا الجمجمه، هنخش على القفص الصدري. كتاب المدرسه قايل لنا ان هو علبه مخروطيه، يعني الشكل بتاعها هيبقى بالشكل ده، وده بنسميه مخروطي. اما حضرتك التفاصيل التانية بتقول انها متصل من الخلف بالفقرات الظهرية. فعلا هو القفص الصدري متصل من ناحية ورا بالعمود الفقري، بس بأنهي فقرات؟ العنقية ولا الصدرية اللي هي الظهرية ولا القطنية؟ لا، الصدرية. طب هم كام الصدرية او الظهرية كام؟ 12. وهم كام ضلع يمين وشمال؟ 12. يبقى احنا كده فهمنا الحتة ديت ليه بيقول 12، علشان احنا عندنا 12 ضلع متصل ب 12 فقرة. طيب بيقول لي متصل من الامام، يعني هنجيبه بقى ناحية قدام للعظمة المفلطحة المبططة دي، وهنديها هنسميها عظمة القص. بس مش كلهم متصلين بعظمة القص، احنا عندنا 10 يمين و10 شمال، ال10 اليمين وال10 الشمال متصلين بعظمة القص، بس في 2 هنا وفي 2 هنا مش متصلين، ودول بنسميهم الزوجين العائمين. الزوجين الاخيران عائمان لا يتصلوا بالقص، فلما يقول لي ليه عائمان هقول عشان ما يتصلوش بالقص. كده يا فندم احنا خدنا فكرة سريعة عن القفص الصدري. تعال نبص على الفيديو ده هنفهم حاجة جميلة جدا. هنفهم ان هو فيه فعلا 12 يمين و12 شمال، وان هو من ناحية الخلف متصل بالفقرات، وكل واحد من ده هنسميه ضلع. ولو خدنا الضلع الواحد فيهم هنلاقي ان هو عظمة مقوسة بس نازلة ناحية تحت. فاحنا لما نيجي نعرف الضلع هنقول انه عظمة مقوسة، فعلا مقوسة، تنحني لأسفل، فعلا تنحني لأسفل، تتصل من الخلف، تتصل من الخلف بجسم الفقرة، وتتصل من الأمام بعظمة القص. يبقى احنا كده نراجع تعريف الضلع. الضلع عظمة مقوسة تنحني ناحية أسفل، مش ماشية عدل، لا تنحني ناحية أسفل، من ناحية ورا متصلة بالفقر،
بس متصله بالفقره بانهي حته في الفقره؟ احنا لسه دارسينها دلوقتي، ان الجسم بتاع الفقره والنتوء المستعرض هم اللي لازقين في الضلع. يبقى لما نروح للضلع من ناحيه ورا هنلاقيه ماسك في الجسم وماسك في النتوء المستعرض، مش في المفصل الخلفي ولا المفصل الامامي ولا النتوء الشوكي، لا ده هو حادد قلب جسم الفقره ونتوءها المستعرض. اما من ناحيه الامام فاحنا هنقفل ده على ده بعظمه القص. فعلا عظمه القص خلت الضلع ده والضلع ده يتصلوا بيها، بس في هنا اتنين وفي اتنين مش متصلين، ودول بنسميهم الزوجين العائمين. طيب بالنسبه للعظمه اللي قدام دي بنسميها العظمه المقوسه، ودي هنعتبرها عظمه مفلطحه يعني مبططه. فلما نيجي نعرف عظمه القص هي عظمه مفلطحه او مبططه مدببه من الاسفل، يعني الجزء بتاعها اللي تحت ده مدبب، بس ما تقلقش هو غضروفي، يعني هو عظم هيعمل مشاكل، لكن لما يكون غضروفي هيبقى طري بالنسبه لنا فمش هيعمل مشاكل عندنا. يتصل به 10 يمين و10 شمال، بس ما فيش 2 و2 اللي تحت مش متصلين، وبناء عليه بنقول انه بيتصل بها 10 ازواج الاولى من الضلوع، او العشرة الاولى، اقصد ال10 ازواج الاولى من الضلوع. تمام. عايزين بقى نتكلم عن وظيفه القفص الصدري. ده سهل جدا، قلناها في بدايه الشرح بتاعنا ان هو يحمي القلب والرئتين، قلناها في الاول خالص. من ضمن الوظائف المهمه الاساسيه للهيكل العظمي انه بيحمي، من ضمن وظائف الهيكل العظمي انه بيحمي، لكن القفص الصدري بيحمي مين فيهم بالظبط؟ بيحمي القلب والرئتين. طيب في وظائف ثانيه؟ حركه الضلوع بتتحرك، لما بتتحرك بتعمل التنفس بشكل سهل جدا. يعني مثلا لما نيجي نبص ان الضلوع دي لما تيجي تتحرك في اتجاه معين هتعمل اتساع للقفص الصدري، لما تتحرك في الاتجاه المعاكس هتعمل الشكل المعاكس للرئتين. يعني لما نيجي مثلا نبص هنا كده هتلاقي ان القفص الصدري بيطلع للامام وبرضه للجنب. اذا لما الضلوع تتحرك للامام والجنب هنوسع الرئتين، فهناخد الشهيق بتاعنا فهنتنفس كويس. طيب لو احنا عملنا العكس، تتحرك الضلوع اثناء الزفير عكس ما يتم في الشهيق. طب ايه هو اللي كان بيتم في الشهيق؟ ان الرئتين بيوسعوا. ازاي الرئتين بيوسعوا؟ لما نتحرك للامام والجنبين. يبقى احنا عندنا وظيفتين للقفص الصدري طبقا للمنهج بتاعنا، هو ان هو بيحمي ويساعد على التنفس. جميل جدا. طيب كده احنا خلصنا يا فندم العمود الفقري، الجمجمه، القفص الصدري، يبقى احنا خلصنا المحوري. لما يجي نتكلم عن الهيكل الطرفي هتلاقي نفسك بتتكلم بعيد عن الجمجمه والعمود الفقري والقفص الصدري، بتتكلم عن الاحمر ده اللي هو بالشكل ده. بس دول كلهم اللي محددين دول بنسميهم الحزام الصدري. لسه في باقي تفاصيل كتير جدا موجوده في الهيكل الطرفي. نبدا بمين؟ الحزام الصدري. تعال نبص كده على الحزام الصدري. الحزام الصدري في نص يمين نص شمال، النص ده زي ده بالملي. يعني مثلا هنلاقي ان ده فيه ترقوه، ده فيه ترقوه، ده فيه لوح كتف، ده فيه لوح كتف. اذا الجنب ده والجنب ده زي بعض بالظبط. ده القفص الصدري. العظمه اللي قدام القفص الصدري بنسميها الترقوه، اللي ورا القفص الصدري بنسميها لوح الكتف. يبقى الترقوه ولوح الكتف، الترقوه ولوح الكتف. يبقى كده في كام عظمه في الحزام الصدري؟ 4، لان هو بيقول لي في كتاب المدرسه ان الحزام الصدري يتكون من نصفين متماثلين، كل نص فيهم يتكون من ترقوه ولوح الكتف. طب بعد اذنك يعني ايه ترقوه يعني لوح الكتف؟ حاضر. الترقوه عظمه بطنيه، يعني ناحيه هنا مش ناحيه ورا. طب لما يجي يعرفني لوح الكتف هيقول لي عظمه ظهريه، يبقى كده تمام. يبقى الترقوه عظمه بطنيه. بيكمل لي بيقول لي تتصل من الامام بالقص، يبقى لما نبص عليها نلاقيها فعلا متصله بالقص، لكن هي من ناحيه الخلف او من ناحيه الجنب متصله بمين؟ متصله بلوح الكتف. تتصل من الجانب بلوح الكتف، يبقى تتصل من الامام بالقص، من الجانب بلوح الكتف. هنشوفها دلوقتي حالا في فيديو. تعالوا نبص على لوح الكتف. ظهريه، عرفنا فعلا انها ظهريه لان ناحيه ورا. مثلثه الشكل بتاعها هيبقى مثلث، هنشوفها اكتر بتفاصيل اكتر. الطرف الداخلي بتاعها عريض. انت تقصد ان الشكل ده مثلث، اللي ناحيه جوه هنا او ناحيه جسمك من جوه، مش كتفك من بره، ناحيه الجسم من جوه الحته العريضه دي. يبقى احنا لما نجيب لك لوح الكتف بالشكل المثلث ده، الحته العريضه بتاعتها دي هتبقى ناحيه جوه، والحته المدببه دي هتبقى ناحيه بره. عشان كده قال لك الجزء الخارجي مدبب، وبه النتوء هنحرك في المفصل ده او الدراع، وكمان هنسند عليه الترقوه. يبقى حضرتك الجزء المدبب بتاعها اللي هو دهوت، اللي هي النقطه الحمراء ديت،
هنحط فيها العضد، والنتوء اللي بره ده اللي هي الحته البارزه دي هنسند عليها الترقوه. فلما نيجي هنا نقول لك يا باشا في فراغ نحط فيه العضد، قول لي الفراغ اللي هو ده النقطه الحمراء هنسميه التجويف الاروح. بنقول ان التجويف الاروح عند الطرف الخارجي للوح الكتف. ما انت درست لوح الكتف وعرفت ان الحته دي اللي هو الطرف اللي جوه ودي الطرف اللي بره. الطرف اللي بره بقى اللي هو الخارجي لوح الكتف هيبقى فيه فراغ اسمه التجويف الاروح. ماله بقى؟ يستقر فيه رأس عظمة العضد. الرأس هنعرف ليه حدد وقال رأس عظمة العضد بعد شوية، مكونا المفصل الكتفي، موضح لي كل حاجة. تعالى كده نبص على العظمة ديت. عندنا العظمة اللي هي دي اسمها الترقوة. يبقى الترقوة دهيت يعني هنيجي نبص لها بالشكل ده اهو، هنلاقي سند على القص من قدام، ومن ورا سند على لوح الكتف. بس سند على الحته العريضه بتاع لوح الكتف ولا النتوء بتاعها؟ لا، سند على النتوء بتاعها ناحيه بره. يبقى احنا عندنا لوح الكتف اهيت ساندين على النتوء بتاعها اللي بره، اما بالنسبه لجوه احنا ساندين على القص من ناحيه البطن مش ناحيه الظهر. دي كده اللي هي بنسميها الترقوه، وادي لوح الكتف وادي العضد سند على النتوء بتاع لوح الكتف، ومن ناحيه الداخل او من ناحيه البطن سند على عظمه القص. تعالى كده نبص على دي لوح الكتف، ادي الجزء العريض وادي الجزء المدبب بتاعها اهو. ادي لوح الكتف بس الجزء المدبب بتاعها ناحيتنا، وده كده التجويف اللي هو بيحط فيه الراس بتاع عظمه العضد. بالنسبه للفيديو ده موضح لنا الشكل ده، موضح لنا ان اللوح الكتف بالمنظر اللي هو شايفينه حالا، ان الجزء ده هو العريض وان الجزء ده هو المدبب، وعندنا هنا كده الفراغ ده بنسميه التجويف اللي هيستقر فيه رأس عظمة العضد. طيب تعالى كده نبص مع بعض الحتة ديت اللي هي العضد عامل مع لوح الكتف المفصل. علشان حضرتك نحرك العظمه دي محتاجين عضل والاوتار، وده لسه هناخده بعدين. يبقى الحركه دي هي نفس الحركه ديت، بس احنا بنستعين بعضلات واربطه تانية هي نفس الشكل ده، بس ده من ناحيه الظهر ودول من ناحيه البطن. شايف من الظهر هنا، شايف من البطن. تعالى كده الحركه دي بتستخدم نفس المفصل، بس هنا مبين ان الترقوه بتتحرك مع لوح الكتف. كل ده كده بنسميه الكتف، لكن دي ودي بنسميهم الحزام، والحته دي بنسميها المفصل، وده بتاع الذراع اللي احنا لسه هنتكلم عليه. كل الحركات اللي قدامك دهيت ينفع نعملها ونعمل حركات تانية زي ديت. يلا هوب، عيش يا وحش، اديله يا وحش كده يا باشا. الحركات دي نقدر نعملها ونستخدم فيها المفاصل زي مفصل الكتف ومفصل الكوع ومفصل كمان الرزق، ونلعب بقى يا باشا كيك بوكس وحاجات كتير. بقول لك ايه، انت عشان تعمل حركه زي دي محتاج فيها المفصل ده والمفصل ده والمفصل ده، وبناء عليه محتاجين نعرف العظام دي كلها. تعالى يا وحش نخش مع بعضنا. احنا كده خلصنا الحزام الصدري، بقينا الطرف العلوي. الطرف العلوي اللي هو ده، بس شيل منه الكتف ده، يعني هتشيل منه عظمه الترقوه وعظمه لوح الكتف قدامك اللي هي بتاع العضد والساعد واللي بنسميها رزق اليد. يعني دي كده لوحدها هنسميها العضد، ودي عظمه واحده، وده هنسميها الساعد، وده هنسميها اليد. بس اليد هنقسمها كذا حته، الرزق والراحه والسلميات. الرزق والراحه والسلميات. تعالى كده نشوف. طبعا العدد موجود اهو، احنا لسه هنعده مع بعض في اخر الفيديو. تعال نبص هنا كده. العظمه دي هنركز عليها دلوقتي، دي العضد. ركز كده، الحته اللي فوق دي بنسميها راس، والحته اللي تحت دي بنسميها نتوء. يبقى راس عظمه العضد بتعمل المفصل الكتفي، والنتوء بتاع عظمه العضد بيعمل مفصل الكوع. تعالى كده يا باشا بص اهو، ده كده القفص الصدري، وادي راس عظمه العضد، وادي نتوء. الشكل واضح جدا اهو، ادي الراس ادي النتوء. يبقى راس عظمه العضد تستقر في لوح الكتف، نتوء عظمه العضد يستقر تحت بقى فين؟ ده الشريحه اللي جايه من الشرح. تعالى كده نشوف مع بعض. ده العضد اللي لسه متكلمين عنها حالا اهو، بنسميها عضد اهو يا باشا، لسه شايفين الفيديو بتاعها حالا. تعالى هنا بقى، العظمه دي عايزك تحدد معايا من خلال الفيديو اللي قدامك ده، هي العظمه دي الراجل ده عمال يلف، العظمه دي ناحيه جوه ولا ناحيه بره؟ لو ناحيه جوه هنسميها اسم، ولو ناحيه بره هنسميها اسم تاني. يعني بص كده هنا اهو، قارن ما بين دي وما بين دي، مين فيهم ناحيه الداخل؟ دي ناحيه الداخل، دي ناحيه الخارج. يعني مين فيهم هنا مين فيهم هنا؟ دي جوه ودي بره. ركز بقى في اللي جوه.
اللي جوه اهي. لو انت لاحظت هتلاقي ان اللي جوه ديت لازقه قوي في العضد اللي فوق. يعني بص مثلا اهي، هي دي العظمه دي كلهم هي عظمه واحده. اللي هي انهي فيهم بقى؟ اللي هي الطويله فيهم بقى، اللي هي ماسكه في العضد من فوق، بنسميها الزند. يبقى لما نيجي نرجع للعضد هنقول ان راس العضد ساند في الكتف او داخل في مفصل الكتف، والنتوء بتاع العضد اللي هو اللي تحت داخل بقى في الزند ولا القعبرة؟ داخل في الزند. يبقى نتوء العضد يستقر في عظمة الزند. لما تيجي نبص كده على العظمة الثانية دي هنسميها عظمة القعبرة، ودي بتبقى ناحية الخارج، ناحية الصباع الكبير. فتعالى كده بص، ما فيهاش مكان نحط فيه عظمة العضد عشان هي قصيرة ومش داخل فيها عظمة العضد، بس المفصل ده مشارك فيه الثلاث عظميات، العضد والزند والقعبرة. العظميتين دول على بعض بنسميهم الساعد. طب بقول لك ايه، دلوقتي احنا اللي مشارك جامد في المفصل بتاع الكوع الزند ولا القعبرة؟ الزند، لكن القعبرة مشاركة معانا. اللي مشارك معانا في المفصل اللي تحت، تخيل مين فيهم، القصيره ولا الطويله؟ القصيره هي اللي مشاركه تحت. يبقى القعبره مشاركه في اليد من تحت، والزند مشاركه في الكوع من فوق. طيب مين فيهم لو حركنا الايد تتحرك معانا، دي ولا دي؟ لو حركت الايد هتحرك معاها اللي فوق مش اللي تحت، وده بيبان معانا في الشكل ده، ان القعبره اللي ماسك فيها الايد هي اللي تتحرك، والزند ما تتحركش مع الايد. طب الحركه دي حركه دائريه كامله ولا نص دائريه؟ حركه نص دائريه، واضحه جدا في الفيديو ده. كده احنا خلصنا العضد وخلصنا الساعد بالعظمتين اللي جواه الزند والقعبره، بقى لنا اليد. الفيديو اللي جاي ده جميل جدا عشان يوضح لي اليد. الحته ديت اللي في اليد اللي هي المنطقه دي بنسميها الرزغ. يبقى احنا هنقول عليها رزغ اليد. كم عظميه جواهم؟ 8. تعالى كده نبص، تعالى نعد كده اهو. عد يا باشا، عد معايا يا وحش، عد معايا يا وحش. ادي 1 ووراها 2 اهو. تعالى اهو، 1 2 3 4. راجع بقى كده يا باشا عشان نعد. 1 2 3 4 5 6 7 8. فعلا 8 عظميات، بس هم شكلهم قد بعض في الحجم ولكن شكلهم مش زي بعض، فبنقول عليهم ان هم غير منتظمين الشكل. كل ده اسمه ايه بقى؟ رزغ اليد. 8. طب تعالى هنا اعلى فوق شويه عندنا 5 عظميات بنسميهم راحه اليد، اللي هي المنطقه دي كلها اسمها راحه اليد. دول 5 ودول واضحين جدا 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 اهو، مش محتاجين فيديو. هم ال5 دول، ادي 1 2 3 4. بس لما نيجي نقارنهم مع القدم بعد شويه هنلاقي ان بتوع القدم طويله شويه، دول مش طوال زي بتوع القدم. اخر حته اللي هم الصوابع، محتاجين يا باشا نعرف هم كام. هم 14 عقله. تعالى كده نبص يا فندم اهو. تعالى نبص اهو. عندك 4 صوابع في 3 عقل، يبقى 12 عقله. وعندك الصباع الكبير في عقلتين، الصباع الكبير ناحيه الكبرى في عقلتين. يبقى انا لما اجي لك كده اهوت، ده كده اليد اليمين واليد الشمال. طالما القعبره، طالما الصباع الكبير ناحيه هنا كده اهوت، يبقى ده كده اليد اليمين وده كده اليد الشمال. كده احنا عرفنا يا باشا الذراع كله على بعض. تعرف بقى تجمع معايا؟ احنا كنا بنقول ان احنا عندنا 1 عندنا 2 عندنا 8 عندنا 5 14. يبقى العدد ده كله 30، والعدد ده 30 ده غير الحزام. في اخر شرح خالص هعدي لك كل العظام مع بعض. كده احنا خلصنا الطرف العلوي، بقى ناخد الحزام وناخد الطرف السفلي. ركز كده معايا يا وحش، الرسمه دي والرسمه دي قول لي ايه الفرق ما بيناتهم. الرسمه اللي فوق فيها منطقه مش مظلله، لكن الرسمه اللي تحت فيها منطقه مظلله. هل الرسمه دي اقول عليها حاجه والرسمه دي اقول عليها حاجه ثانيه؟ الرسمه اللي فوق هنقول عليها حزام حوضي، اما الرسمه اللي تحت هنسميها الحوض. يعني منطقه داير ما يدور اسمها الحوض، اللي فوق اسمها حزام حوضي. يعني العظمه اللي على اليمين والعظمه اللي على الشمال دول الحزام، اللي في النص تبع العمود الفقري. فلما نجيب العمود الفقري مع الحزام يبقى نسميها حوض. دلوقتي بقى يا باشا احنا بنتكلم عن الحزام ولا بنتكلم عن الحوض؟ بنتكلم عن الحزام. يبقى الرسمه اللي فوق ولا الرسمه اللي تحت؟ الرسمه اللي فوق. عاش. احنا محتاجين ندرس دي وندرس دي. تعالى ندرسهم مع بعض، الموضوع سهل جدا. الحزام الحوضي زي الحزام الكتفي، نص اليمين زي النص الشمال، نص اليمين زي النص الشمال. طب هنا بقى يا باشا النص اليمين والنص الشمال فيهم ايه؟ ده في حرقفه ده في حرقفه. ايه هي الحرقفه بقى؟ تعالى نشوف. الحته اللي فوق من الحوض هنا حمراء، الحته اللي فوق اللي هنا من الحوض حمراء، لكن الباقي كله ابيض. هي المنطقه الحمراء بس اللي بنسميها حرقفه. طيب لازق بقى في الحرقفه ديت المنطقه الحمراء اللي قدام، المنطقه الحمراء اللي قدام
ناحيه الجسم من قدام دي بنسميها العانه. حضرتك بقى العظمه دي والعظمه دي مش متلونه، دي بقى اللي هنسميها اخر حاجه بنسميها الورك. يبقى يا باشا ادي الحرقفه، ادي العانه، ادي اللي احنا قلنا عليها الورك. بس بسال سؤال صغير، هل انت بعينيك تقدر تحدد الحدود ما بين كل عظمه والثانيه؟ لا. ليه يا دكتور؟ لان الثلاثه ملتحمين مع بعض. اذا العظمه دي ملتحمه بالعانه، ملتحمه بالورك، العظمه الثانيه اللي هي الحرقفه ملتحمه بالعانه بالورك، يبقى دي ملتحمين كلهم، دول ملتحمين كلهم. بس ينفع افصل الجنب اليمين عن الجنب الشمال. ساعتها يبقى احنا عندنا كام عظمه مشاركين؟ يبقى 2. يبقى دي ودي ودي عظمه، دي ودي ودي عظمه. اذا الحوض، مش الحوض بقى، الحزام الحوضي عنده عظمتين، عظمه يمين وعظمه شمال. فاكر الحزام الكتفي كان فيه هنا 2 ترقوه، 2 لوح كتف. الارقام دي كلها لسه هنراجعها مع بعض يا وحش. يلا يا دكتور، كده احنا خلصنا الحزام، محتاجين نخش على الطرف السفلي زي ما عملنا في الطرف العلوي بالظبط. ادي عفوا، عندنا هنا كده اللي هو العضد، مش العضد بقى، الفخذ. احنا مش شغالين ده شبه ده، احنا بنتكلم عن سفلي يبقى نسميه فخذ، اللي فوق بنسميه عضد. طب وهنا كنا بنسميه هناك ساعد، هنا هنسميه ساق. وحضرتك ده هنسميها قدم، هناك كنا بنسميها يد. المفصل ده هناك كنا بنسميه الكوع، وده بنسميه الكتف. هنا لا، هنسميه بقى مفصل الفخذ، مفصل الركبه، وده اسمه مفصل الرزغ، وهناك اسمه مفصل الرزغ برضو. طب محتاجين بقى نعرف كل واحد من دول عدده كام. اهو دي عظمه واحده زي هناك، هنا عظمتين، بس في عظمه هنا زياده عند المفصل مش موجوده عند الكوع اللي هي بنسميها الردفه. وهنا مش 27 عظمه، دول 26 عظمه. وهنقسمهم بقى مش عارف كام وكام وكام، اهم 7 و5 و14. هنا كانوا 8 و5 و14. اذا في فرق. تعال نشوف يا باشا الارقام بعدين، بس نشوف الشرح دلوقتي. العظمه دي زي العظمه دي، العظمه دي هنسميها الفخذ، دي هنسميها العضد. يبقى الراس بتاعها اللي فوق داخل عامل مفصل الفخذ، النتوءات اللي تحت عامله المفصل اللي تحت، زي اللي هناك مفصل عامل فوق ومفصل تحت. طيب ماشي، اسمها الفخذ. طب تعالى دي شبه الفكره بتاع اللي جوه واللي بره، دي بقى اللي جوه، يعني زي فكره الزنت. يبقى حضرتك دي اللي جوه دي هي القويه، هي اللي مهمه جدا، بنسميها عظمه القصبه. طب تعالى كده نبص على دي اللي هي الرفيعه الصغيره اللي ناحيه بره من هنا وناحيه بره من هنا، بنسميها الشظيه. الشظيه. يبقى احنا كده يا باشا الثلاث عظميات بتوعنا اللي عاملين الرجل او مطولين الرجل. بقى لنا بقى اللي تحت خالص اللي هي بنسميها القدم. بس قبل حضرتك ما نبص على القدم، تعالى كده نفتكر معانا الطرف العلوي عشان نقارن، عشان تبقى واد عسول شطور ودكتور عسوله شطوره وتخش كليه الطب. ده كده بالنسبه لنا الفخذ، ده بالنسبه لنا العضد. عنده راس فوق، عنده راس فوق، عنده نتوءات تحت، نتوءات تحت، عامل مفصل فوق، عامل مفصل فوق، عامل مفصل تحت، عامل مفصل تحت. فوق لازق في عظمايه واحده، هنا فوق لازق في عظمايه واحده، تحت في عنده عظمتين، تحت في عنده عظمتين، بنسميهم الساق، بنسميهم الساعد. عاش يا وحش. تعالى هنا العظمه المهمه القويه الكبيره اسمها القصبة. هنا العظمة القوية المهمة الطويلة بنسميها الزند. هنا العظمة الرفيعة، هنا العظمة القصيرة بنسميها القبرة، هنا بنسميها الشظية. كده يا باشا انت شطور معايا. بص دي عظمة مين فيهم؟ طالما عندها راس بس مش راس عدلة كده فيها حتة زي برزة كده، يبقى دي كده بالنسبة لنا الفخذ مش العضد. كده قدرت اقارن ما بين العضد والفخذ عشان ما تهش فيهم. وده يا فندم احنا شفناهم في الرسمه دي، هتلاقي حركه الراس بتاعتها مش كلها راس، لا ده الراس بارزه شويه، بارزه شويه. يبقى دي كده بالنسبه لنا هتعتبر الفخذ مش العضد. طيب تعالى كده نبص الحته اللي تحت بتاعه العضد اللي هو النتوء ساند على القصبه، بس في عظمه مخطياهم من بره اللي هي العظمه دي عشان تحمي مفصل الركبه، ودي بنسميها بالبلدي الصابونه، لكن احنا بنسميها في العلم الردفه بالصابونه عشان هي بتلعب. تعالى كده يا باشا بص اهو المفصل اهو، مفصل اهو اهي. اسال بقى سؤال ذكي، هو المفصل ده بتاعت الركبه ده كده انا باصص له من الجنب، الحته ديت ناحيه قدام والحته دي ناحيه ورا. بص كده اهو، ده كده ناحيه ورا وده كده ناحيه قدام، يبقى تحمي مفصل الركبه من الامام ولا من الخلف ولا من الجنب؟ من الامام. كده انت وحش. كده احنا بقينا بس القدم ونخلص المفصل الامامي. طيب تعالى يا فندم بص كده سريعا، 3 عظمات بالنسبه لك اهو، ادي الفخذ، ادي
الفخذ، ادي القصبه، ادي الشظيه والشظيه محطوطه علشان تحمي القصبه من بره. هات لنا بقى القدم عشان نبقى احنا خلصنا الطرف السفلي. فاكر الرزغ ده كنا بنسميه رزغ اليد، هنا هنسميه العظمه دي وشويه العظم الصغيرين اللي معاهم هنسميهم الرزغ. بس حضرتك العظمه اللي انا ملونها بالاحمر ديت عظمه بس واحده من ضمن الرزغ، اي واحده من ضمن الرزغ، لكن كل الجماعه الصغيرين اللي جنبه دول بنسميهم رزغ، كل الجماعه الصغيرين دول بنسميهم رزغ. طيب حضرتك هنا في اللي هو راحه اليد، هنا اللي هم ملونين بالاخضر دول هنسميهم راحه القدم، بس احنا كاتبينهم في الكتاب اللي هو مشط القدم مش راحه القدم، فاحنا هنشيل كلمه راحه ونحط عليها مشط القدم. بس انا بشبه لك علشان تعرف ان الراحه دي زي الراحه دي. السلميات هنا 14، السلميات هنا 14، اذا ده زي ده، ده زي ده. اما الرزغ والرزغ لا، في اختلاف. الكعب هنا عظميه كبيره وحواليه كذا عظميه صغيره اصغر شويه، يبقى دول يا باشا غير منتظمين الشكل وفي منهم احجام مختلفه، ودول 7 ودول 8، يبقى عدد عظام اليد 27، عدد عظام القدم 26. نقارن تاني، الراحة هنا عندها عظام رفيعة، الراحة هنا عندها عظام رفيعة، بس مين فيهم الأطول؟ دي الأطول، عشان كده رجلينا أطول، الراحة بتاعت رجلينا أطول من الراحة بتاعت إيدينا. كده إحنا خلصنا المقارنة ما بين اليد والقدم، وخلصنا كمان اللي هو الذراع والرجل. بس تعالى كده نبص على الشكل ده. انت عندك العظمايه دي 1، العظمايه دي 2، 3، 4، 5، 6، 7 الجنب الثاني، ده كده بالنسبه لنا هيبقى رزق القدم. العظام بتاعته ديت مش منتظمه الشكل وليها احجام مختلفه. شكرا. تعالى يا فندم هنا كده اهو، في فرق يا فندم، في فرق في الشكلين. دي عظام غير منتظمه اكتر، يعني عندها عشوائيه اكتر، طبعا مفيش حاجه ربنا خلقها عشوائيه، اقصد ان مقارنه بالشكل ده عندها احجام فيها اختلافات كبيره، احجام هنا الاختلافات بتاعتها صغيره، دول 7 ودول 8. يبقى يا باشا ادي الرزق، ده الفرق ما بين القدم واليد. طيب تمام كده احنا عاملين انجاز. تعالى بقى بص معايا هنا بقى الزبد، هنا الدنيا العاليه، هنا الجمال كله. خليك معايا، ركز معايا يا وحش، ركز معايا يا وحش. بص يا دكتور، بص يا باشا، بص يا محمود، بص يا علاء، بص يا مصطفى. الحته دي لو احنا جبنا العظم ده وعايزين نعده، احنا هنقعد نعد الهيكل المحوري والهيكل الطرفي. هو قال لي اصلا في المنهج ان كل العظام بتاعك 260. جميل، هات لي بقى ال 260، فصص لي ال 260. يبقى بص يا باشا، احنا نبدا كده مع بعض نعد السهل جدا الواضح بالنسبه لنا. العظمه دي الترقوه وعظمه لوح الكتف اللي هي دي ودي، دول 2. يبقى هنيجي نقول ان الحزام الصدري فيه 2، بس 2 في 2 لان هو الطرفين زي بعض، يبقى هنقول عليها يا باشا 2 في 2. حضرتك لو جبنا العظمه دي هنقول عليها عظمه مثلا 1، والعظمتين دول معانا، ومعانا كمان العظمتين ال 27 عظمه دول. يبقى لما نعد يا دكتور مصطفى ويا دكتور محمود، لما نيجي نعد دول هنلاقيهم 30. بالمثل برضه هنا في 30، يبقى هنقول يا باشا ان الطرف العلوي ده 30 في 2. اما بالنسبه ليه الجزئيه دي كلها فيها لخبطه في العدد شويه، فسيبها دلوقتي. تعالى كده نعد العظام اللي تحت دي كده هندي لها 1 مثلا، ودي 1، يبقى هنقول يا فندم 2 في 1 لان 1 و1. عندك عظمه، عندك هنا 1 رطفه، وعندك هنا 2، وعندك هنا 26. ما انت عديت معايا وكل الكلام ده هيتكرر هنا يا دكتور، يبقى عندنا 30 في 2. تعرف بقى تجمع ده وده وده وده، هنلاقي يا فندم ان الطرف ده كله على بعضه يا باشا طلع 126. طب بقول لك ايه، 126 ناقص 206 يبقى الرقم لنا كام؟ 80. عاش يا دكتور. هستأذنك بقى، العمود الفقري ده كم فقرة؟ 33 فقرة، لكن كم عظمة؟ ايه الفرق يا دكتور؟ كل فقرة من دول عندها فقرة، لكن الملتحمة دي كلها والملتحمة اللي تحت عندها عظمة وعظمة. يبقى احنا كل ده كده عدد عظامه 26 عظمة. يبقى حضرتك اطرح بقى 26 من 80، اتبقى دول. استنى بقى على دول، القفص الصدري مش 12 ضلع و12 ضلع، يبقى 24 عظمة، والقص يبقى 25. يبقى حضرتك عندنا 25. تعالى نعدهم. بس انت كاتب هنا 37. ما هو ال 12 فقره دول ممكن نعدهم مع القفص الصدري، ساعتها هنقول القفص الصدري كله على بعض 37. يبقى لما نيجي نتكلم عن القفص الصدري هنقول ان هو كله على بعض يعتبر 37 داير ما يدور، مع ان المفروض الفقرات ما نعدهاش مرتين، بس احنا ماشيين مع المنهج بتاعنا وبنقول ان هم كلهم على بعض 37.
و30. بس ال 12 دول متكررين كعدد هنا وهنا فما نعدهمش مرتين، اذا 26 و25 يبقى 51. 51 معنى كده ان الجمجمه متبقيه، يبقى الجمجمه المفروض كام؟ المفروض 29 عظمايه، صح. الجزء الخلفي بتاعها 8، يبقى الجزء الامامي 8 ناقص ال 29 يبقى 21، بس معاهم عظم كده مش عارفينه ولا داخلين في تفاصيله يبقى مالناش دعوه بيه. اذا الجمجمه كلها على بعضها بمشتملاتها 29 كده يا باشا. يبقى احنا جبنا العدد الكلي بتاع الهيكل العظمي، وكده يبقى احنا خلصنا الهيكل العظمي كله، بس ما خلصش الجهاز الهيكلي. قال لا، يعني احنا بقى لنا ايه؟ بص يا دكتور، ما احنا كنا ماشيين على مخطط، احنا خلصنا الهيكل العظمي، بقى لنا المفاصل، بقى لنا الغضاريف، الاوتار، الاربطه. كل ده يا دكتور لسه علينا؟ لا ما تقلقش، احنا خلصنا الصعب، لكن بقى لنا الحاجات الفتافيت كل واحد من ده سطرين. يعني تعالى كده مثلا نركز مثلا في المفاصل، كده خلصنا ده. تعالى يا باشا نبص مثلا على المفاصل، يلا شوف مثلا المفاصل هنقسمها كذا نوع. عندنا مثلا المفاصل طبعا بتخلينا نتحرك، بس احنا عندنا على حسب نوع المفصل بتاعنا. احنا مثلا لو جبنا عظمه مسننه بالشكل ده ورحنا جبنا معاها عظمه تاني مسننه وحطينا بيناتهم ماده، والماده دي تبقى النوع بتاعها ليفي، ساعتها هنسمي الفراغ ده او المنطقه اللي بيناتهم الفاصله بيناتهم هنسميها مفصل ليفي. يبقى احنا سميناه مفصل ليفي لان الماده اللي بيناتهم ليفيه، يبقى لازم تكون مسننه ومسننه وبيناتهم الياف، والالياف دي مع الوقت تتحول لعظام ويمسك كله وتبقى عظمايه واحده. بس الكلام ده لما نكبر في السن عن سن البلوغ، والكلام ده موجود عندنا في الجمجمه، والجمجمه شفناها بشكل ادق بشكل مسنن في الشرايح اللي فاتت. لو جبنا بقى يا فندم عظمايه زي ما انت شايف كده، زي القرص بتاع الفقره، وحطينا عليه حته غضروف سندوتش كده في النص، ورحنا جايبين عليها عظمه فوق، مين بقى اللي في النص؟ اللي في النص ده مش ليف، اللي في النص ده غضروف، يبقى ساعتها نسميها مفصل غضروفي. يبقى دي المفصل الليفي معناها ان في ليف في النص، مفصل غضروفي معناها ان في غضروف في النص. طيب زي مين؟ زي المفاصل اللي موجوده في الفقرات. تعالى بقى يا وحش للي ده اللي هو اكثر اهميه واكثر انتشارا، طبعا كلهم مهمين بس ده مهم جدا جدا جدا. لو جبت عظمه وكستها بالماده الخضراء دي اللي هي الغضروفيه، ورحت جبت عظميه ثانيه وكستها بماده غضروفيه، يبقى ده كده مختلف عن ده، لان انت العظمه دي والعظمه دي بينهم غضروف، لكن العظمه دي والعظمه دي كستها بغضروف، كستها بغضروف، وحط بيناتهم بقى ماده عامله زي الزيت، وده هنسميها زلال. ساعتها هنسميه مفصل ايه بقى؟ عاش يا وحش، مفصل زلالي. يبقى مفصل ليف عشان الليف، مفصل غضروف عشان الغضروف اللي في النص، مفصل زلالي عشان اللي في النص زلالي، وده شبه المفصل اللي قدامنا ده. المفصل ده عظمه وده عظمه اهو. بيقول لي ان المفصل ده مفصل الكوع. ايه رايك بقى مفصل الكوع ده بالنسبه لنا هيبقى مفصل غضروفي ولا مفصل زلالي؟ بص يا دكتور، الغضروف ده والغضروف ده قطعه واحده زي ده، ولا ده لازق على اللي فوق ولازق على اللي تحت، لازق على اللي فوق لازق على اللي تحت؟ معنى كده ان المفصل ده فيه زلال في النص او حاجه ماده زيتيه في النص، يبقى ده مفصل زلالي. ماشي يا فندم اهو. بص اهو، ادي غضروف، ادي غضروف يكسر اسس العظام، يكسر اسس العظام عشان الغضروف ده والغضروف ده يحموا العظم من التآكل. بس بقول لك انا خايف العظمه دي والعظمه ديت يبعدوا عن بعض، ما تقلقش، حكمه ربنا بقى ان جاب لك حاجه اسمها اربطه، والاربطه دي هي العنوان اللي هيجي لنا بعد شويه. معنى كده ان احنا خلصنا المفاصل وخلصنا الهيكل، يبقى احنا بقى لنا العنوان بتاع الاربطه. تعالى كده نبص، احنا شفنا الرسمه ديت، الرسمه دي، وعرفنا ان لازم يكون في اربطه، ايوه اهو، ولازم كمان يكون عندنا الحاجه اللي تحرك العظم اللي هي بنسميها الوتر، والوتر هيكون مرتبط بالعضلات. يبقى ده كده وتر رابط العضله بالعظمه، وعندنا حاجه رابطه العظمه بالعظمه وده بنسميه الرباط. تعالى كده نشوف الهيكل العظمي احنا خلصناه خلاص، المفاصل احنا خلصناها، في الغضروفي وفي الليفي وفي غضروفي وفي الليفي وفي الزلالي. الاربطه بقى والغضاريف
تعال نبص الغضاريف ديت اللي جينا شفناها في الفيديو ده، لانها انها بتكسر اس العظام، يبقى موجود عند اطراف العظام، او عامله زي المخده اللي كانت محشوره ما بين الفقرات شفناها. بس المنطقه دي غضروفيه والمنطقه دي غضروفيه والمنطقه دي غضروفيه، يبقى مش موجوده عند العظام بس، ده موجوده في اماكن ثانيه زي الاذن والانف والشعبه الهوائيه او القصبه الهوائيه. كده احنا خلصنا ده وخلصنا ده. ما انا قلت لك يا دكتور ان احنا هنقعد فتره كبيره مع ده، ولكن ده هنختصر بسرعه، ده هنختصر بسرعه. تعالى بقى نبص على الاربطه، وبعد كده هنبص على الاوتار. الاربطه زي الرباط بتاع الركبه اللي بنسميه الرباط الصليبي، وعندنا الاوتار زي وتر بنسميه وتر اخيل. هناخد ده وناخد ده ويبقى خلصنا كل الدعامه في الانسان وعملنا انجاز يا وحش. تعالى كده نشوف الاربطه. لو جبنا مثلا رباط زي الاربطه اللي قدامنا دي مفصل الركبه، الرسمه دي من كتاب المدرسه. اللي فوق ديت عظمه الفخذ، واللي تحت دي عظمتين بنسميهم الساق. العظمه الكبيره قصبه، وديت بنسميها عظمه الشظيه. يبقى فخذ، قصبه، شظيه. عندنا هنا كده رباط، عندنا هنا كده رباط، عندنا هنا رباطين. الرباط ده رابط العظمه دي بدي، يبقى رابط الفخذ بالقصبه رباط. الفخذ دي رابطه بالشظيه برباط. القصبه الفخذ دي رابطه بالقصبه برباطين. لا استنى يا مستر، نسال سؤال ونرد عليه عشان نفهم. العظمه دي عشان اربطها بدي، كام رباط من الاربعه دول ماسك دي بدي؟ تعال نعد. ده ماسك طب الاثنين دول ماسكين ده بده يبقى 3 اربطه ماسكين دي بدي، الفخذ بالقصبه. طب كم عظمه رابطه الفخذ بالشظيه؟ واحده، رباط واحد. طيب تعالى كده نبص، ده هيبقى في نص الجسم فبنسميه رباط وسطي، واللي بره ده هيبقى بالجنب هنا فبنسميه رباط جانبي. يبقى في رباط وسطي هنا، وفي رباط وسطي هنا، في رباط جانبي هنا، في رباط جانبي هنا. كده عاش. ده بقى بنسميه رباط صليبي لانه عامل شكل الصليب. مين فيهم ناحيه قدام؟ ده ناحيه قدام وده ناحيه ورا. يبقى اللي كامل بالنسبه لي ده امامي، واللي مش كامل بالنسبه لي ده وراه، يبقى خلفي، لان انا بص على المفصل ده من قدام. يبقى الاربطه في مفصل الركبه شايفها من قدام. يبقى تاني بقى، الرباط الوسطي بيربط مين بمين؟ بيربط الفخذ بالقصبه. طب الرباط الجانبي يربط الفخذ بالشظيه. طب الاربطه الصليبيه الامامي والخلفي رابط الفخذ بالقصبه. يبقى كم واحد الفخذ بقصبه؟ يبقى 3 اربطه. كده احنا خلصنا الاربطه. تعال نبص هنا، لما تنينا الركبه ده هنسميه الجانبي وده هنسميه الوسطي ودول الصليبي. شاطر لو قلت لي مين الصليبي؟ الامامي. اللي ظاهر كله قدامك صليب امامي، واللي مستخبي وراه الصليبي الخلفي. طب مين الابيض ده؟ ده بنسميه الغضروف. طيب كده احنا خلصنا الاربطه. تعال نشوف الاوتار. قارن ما بين الاربطه والاوتار. الرباط اللي فات كان بيربط عظمه بعظمه، لكن الوتر هيربط عظمه بعضله. ده وجه مقارنه مهم جدا. مين فيهم اللي المفروض يتمدد؟ اللي هو ماسك العظمه بالعظمه، عشان لو جبت عظمه وعظمه وتنيتها جامد هو يتمدد معاك. ده المفروض ما يتمددش. تعالى كده نبص، كتاب المدرسه جايب لي قدم احنا عارفينها وعارفين ديت وشفناها، ده الكعب، رابطين فيه حته حبل، والحبل ده مكمل ماسك في عضله. العضله ديت اللي موجوده في رجلك من تحت من ورا، اللي هي بنسميها عظمه عضله الساق، او بنسميها بطن الساق، ودي بنسميها برضو عضله التوأميه. العضله دي لما تيجي حضرتك تحركها هتحرك معاها الوتر ده، والوتر ده يحرك القدم. يعني القدم ده اهو لما انت تحرك فيه كده، الاحبال اللي ماسكه هنا بتتحرك عشان بنحرك العضله دي. ده الكلام ده بالنسبه لرجلك مش لايدك. الوتر بقى اللي بيتحرك ما بين دي وما بين دي بنسميه وتر اخيل. يبقى احنا كده خلصنا الاوتار. ايه رايك بقى لو احنا عملنا قطع في الوتر ده؟ تبقى كارثه. يبقى العضله دي مش عارفه تتحكم في العظم ده. القطع اللي قدامك قطع كامل ولا قطع حته؟ لا قطع كامل. ساعتها لازم نعمل عمليه جراحيه ونقعد نخيط ده مع ده. لكن لو كان قطع جزئي كنا ممكن بس نكتفي بجبيره. فبيجي يقول لك ان الوتر الاخيل في مشكلتين. لو في قطع جزئي نعمل جبيره ومسكن ومضاد للالتهاب وخلص الحوار. لكن لو قطع كلي لا، محتاجين نعمل عمليه نعمل فيها خياطه، ثم نعمل الجبيره وندي مسكن والمضاد للالتهاب. كده احنا خلصنا الجهاز الهيكلي كله، بس محتاجك حضرتك تشوف معايا اللي جاي ده، الاربطه والاوتار. بص يا فندم، دي عضله
اخرها حاجه، الحاجه دي هنسميها رباط ولا وتر؟ هنسميها وتر. لكن عظمه وعظمه هنسميها الرباط. يبقى سهل جدا نتعرف على الرباط والوتر. يبقى عظمتين وبينهم حاجه يبقى ده كده الرباط، عضله وعظمه يبقى بينهم وتر. اللي موجود عند المفاصل لازم تلاقي بقى الاربطه والاوتار، لكن الاكتر بيبقى موجود ايه؟ بيبقى موجود الاربطه عشان تربط العظم ببعضيه عشان ما يفككش، بس لازم الاقي غضروف علشان ما يحصلش الاحتكاك عشان ما يتاكلش. نسال سؤال بقى، الغضروف ده المفروض يبقى فيه اوعيه دمويه ولا ما فيهوش اوعيه دمويه؟ ما ينفعش يبقى فيه اوعيه دمويه، لان لو فيه اوعيه دمويه مع الضغط المفصل على بعضيه ممكن يحصل انفجار الاوعيه الدمويه، عشان كده ربك خلقها بدون اوعيه دمويه. اللي قدامك ده اللي اتقطع ده رباط ولا وتر؟ رباط يا وحش، لان عظمه مع عظمه. عاش يا دكتور، انت دكتور ممتاز. بص بقى هنا، اللي قدامك ده وتر ولا رباط؟ ما هو لازق عضله مع عظمه يبقى وتر. ايه رايك بقى يا باشا لو حصل فيه مشكله او حصل فيه قطع تبقى يا باشا كارثه بالنسبه لنا. طيب كده احنا بنحرك القدم بسبب ان الوتر ده بيتحرك معانا. ماشي، بنسميه الوتر الاخيل. حلو، ممتاز ممتاز، متشكرين يا فندم. كده يا فندم يبقى احنا انهينا الجهاز الهيكلي كله. خلي بالك ان الفرق ما بين كلمه جهاز هيكلي وما بين كلمه هيكل عظمي. الهيكل العظمي جزء من الجهاز الهيكلي، واتكلمنا كمان عن العظام مع الغضاريف والمفاصل والاربطه والاوتار. يبقى احنا كده خلصنا الدعامه في الانسان. يا ريت لو عندك اي استفسار اكتب في الكومنتات تحت انا عندي استفسار، او اتصل علينا على الواتس، او عندك اي حاجه اكتبها في الكومنت يا على الواتس. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. ولو عندك اي استفسار انا تحت امرك. قدامك الارقام وعندك مواقع التواصل كلها موجوده عندك في الديسكريبشن تحت. اشوفك على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.